الدوبامين هو ناقل عصبي أساسي في الدماغ. يلعب الدوبامين دورًا حاسمًا في تنظيم الشعور بالمتعة والمكافأة. عندما ننخرط في أنشطة ممتعة، يفرز الدماغ الدوبامين. تصفح وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يحفز إفراز الدوبامين. هذا الإفراز يخلق ارتباطًا إيجابيًا بين النشاط والشعور بالسعادة. هذا الارتباط يعزز الرغبة في تكرار النشاط بسبب التعود على إفراز الدوبامين السريع. يبدأ الدماغ في البحث عن هذا الشعور. يحدث هذا البحث حتى عند الشعور بالملل البسيط. هذا يدفع الشخص إلى فتح الهاتف بشكل تلقائي. يحدث هذا حتى لو لم يكن هناك سبب محدد أو مهم لفتح الهاتف. الدماغ يسعى للحصول على الدوبامين حتى في غياب الحاجة الحقيقية. لتقليل عادة استخدام الهاتف بشكل مفرط، يجب على الشخص أن يسأل نفسه سؤالاً مهماً قبل فتح الهاتف. السؤال هو: ما هو هدفي المحدد من استخدام الهاتف في هذه اللحظة؟ إذا لم يكن هناك هدف واضح ومحدد، يجب إغلاق الهاتف فوراً. هذه العملية تساعد على استعادة السيطرة على السلوك وتقليل الاعتماد على الدوبامين السريع. الدوبامين السريع هو الإحساس بالمتعة الفورية الذي يحصل عليه الشخص من استخدام الهاتف دون هدف. بتطبيق هذه الاستراتيجية، يمكن للشخص تقليل الوقت الذي يقضيه على الهاتف وزيادة إنتاجيته.